خليني احكي لك عن تسونامي 2011 في اليابان. بعد 7 سنين من كارثة المحيط الهندي، العالم اتفاجئ بكارثة تانية بس المرة دي موجودة في اليابان. تسونامي 2011 في 11 مارس سنة 2011 في اليابان، قريب من سواحل توهوكو في شمال شرق اليابان. زلزال ضخم جدا قوته 9 درجات تقريبا، واحد من اخطر واقوى الزلازل اللي اتسجلت. قاع البحر اتشقلب من جديد والبحر انتفض زي ما حصل قبل كده. الموجة اتكونت وابتدت رحلتها بسرعة رهيبة، لكن المرة دي العالم كله كان مرعوب وهو بيتفرج لايف. الكاميرات سجلت لحظة دخول المية وهي بتمسح الشوارع حرفيا، عربيات بتتسحب زي لعب الاطفال، بيوت بتتكسر وتتخلع من مكانها والموجة تاخدها معاها. والمرعب اكتر ان التسونامي ما كانتش بس كارثة طبيعية، موجة التسونامي وصلت لمحطة نووية وضربتها اسمها فوكوشيما. الموجة عطلت انظمة التبريد الموجودة في المحطة النووية وحصل تسريب اشعاعي ضخم. يعني الكارثة ما كانتش في موجة وبس، كانت تسونامي ومعاها كارثة نووية في نفس الوقت. خسائر البشرية كانت بالالاف، رغم ان اليابان من اكتر الدول استعدادا لمواجهة الزلازل والتسونامي. الشوارع كانت فيها حواجز وكان في انذار مبكر، بس قوة الكارثة كانت اكبر من اي استعدادات. في يوم واحد اليابان عرفت وشافت ان اقوى التكنولوجيا عند البشر ضعيفة قدام تسونامي.